قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم ديما جديد الأخبار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. توقع رئيس جمعية الجوزاء للتوقيت والتعديل وعلم الفلك بأكادير سعيد خالي علي أن يبدأ شهر رمضان لسنة 1445 في المغرب يوم الثلاثاء 12 مارس القادم. وأوضح أيد خالي علي في لقاء إعلامي أن العلماء حددوا مجموعة من الشروط لرؤية الهلال بالعين المجردة دون الحاجة إلى التلسكوب، تماشيا مع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبناء على الحسابات الفلكية، أكد أيد خالي علي أن رؤية الهلال في 29 من شهر شعبان الجاري مستحيلة نظرا لعدم توفر أي من تلك الشروط، إذ يبقى 12 مارس الأرجح ليكون أول أيام الشهر الفضيل. وبعد تحديد موعد شهر رمضان الفضيل، يتساءل الكثيرون عن موعد العودة للتوقيت القانوني والتخلي عن التوقيت الصيفي، إذ ستكشف وزارة الاقتصاد والمالية عن تاريخ العودة للتوقيت القانوني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل قبل حلول شهر رمضان بحول الله، حيث سيتم العودة للتوقيت الصيفي مباشرة بعد عيد الفطر كما هو معمول به منذ سنوات. والله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة ونفور الصحة، لا فاقدين ولا مفقودين، وإلى جديد آخر، أستودعكم الله.